بزاف بنان ولا اروع. عاملي قدامكم شوفوا معايا. عاملك يجوا بزاف خفاف ويجوا بزاف بنان. راح ندوق نقول لكم واش نسحق 2 كيلات ونص تاع فرينه. هاملك الكيله اللي حبيتوها نتوما. دونك هاي الكيله الاولانيه نزيد معاها الكيله الثانيه. هايلك دونك هنا قلنا 2 كيلات ونص تاع فرينه. مورف كبيره تاع السكر. نزيدو الملح وعندنا 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون. وهنا في هذه لا راح نستعمل الاعشاب العطريه. انتم تقدروا تزيدوا شويه اعشاب عطريه في لاباط. حنا نسقوهم في الاخر دوك تشوفوا تقدروا شوفوا نزيدوا شويه اعشاب عطريه هنا في العجينه راح تعطينا بنه بزاف هايله. شوفوا هنا لي زاب دو بروفونس، هذو هما الاعشاب العطريه. عندكم 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون يكونوا معمرين مليح. المغرف الاولى وهذه المغرف الثانيه. هنا راح نطم لاباط كامل بالماء. دوك تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش يكون هكذا. ونطم لاباط تاعي قلنا بالماء يكون عادي. شوفوا تم راح نطموها ونخليوها ترتاح 10 دقائق ونبداو نخدموا هاد الفطائر تاعنا. قلت لكم راح يجوا بزاف بنان. زيتونه هنا راح نزيد شويه فرينه باش نسلك يديا برك. ها هاي ليك لاباط تاعنا كيفاش تكون. شوفوا قلت لكم تكون طريه ولكن ما تلصقش في يدكم. هاي لك هاي لك. هنا هاد لاباط راح نخليها ترتاح واحد 10 دقائق هكذا. نغطيوها طبعا ونخليوها تريح 10 دقائق. قلنا نخليوها تريح 10 دقائق. شوفوا هنا ديت شحبات بطاطا هاملك كنت غليتهم بالماء والملح. نعبزهم بالفرشيطه. هاد البطاطا ما راحينش ميكسيوها، لو كانت ميكسيوها راح تولي طريه. دونك نسحقوها تكون شويه شاده روحها. دونك غير بفرشيطه وانتم تفريتوها. هاي ليك راح نعبز كامل هاد البطاطا. هنا هاد البطاطا نزيد لها شويه ملح، ماشي بزاف لانه طايبه في الملح، شويه فلفل الكحل، ونزيد نخلط هاد الفلفل الكحل والملح وفي نفس الوقت راكم تعبزوا في هاد البطاطا تاعكم. دونك هنا نسحقوا بطاطا هاي ليك اللي كنت غليت لها وزدت لها الملح في الكحل وعبزتها. صوص طوماط ولا صوص الطماطم. عندنا شويه فروماج اللي حبيتوه اللي تحبوه. قلت لكم ماشي شرط يكون هذا الحشو تاع هاد الفطائر، تقدروا ديروا لحم مفروم، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الشيء اللي حبيتوه. وعندي هنا هاي ليك شويه تاع زبده دايبه. شوفوا ذوبتها. هاد الزبده واش نزيد لها؟ نزيد لها شويه اعشاب عطريه هذا الداخل. هادو كامل خلاص. هاي ليك هكذا. هاد الفرomاج راح نسكرفجو. نعاودو نوليو لهنا لاباط تاعنا اللي قلت لكم راح نخليوها تريح 10 دقائق. هنا كما راكم تشوفوا راني وجدت الطاجين تاعي راح نشعل على النار ونخليه يسخن. وشنو نقصيو النار.
هكذا ونخليه يسخن. نوليو لاباط تاعنا هاي لك. شوفوا كي تخليوها تريح تطلق روحها وراح تجيكم سهله الخدمه. شوفوا هنا راح نقسم لاباط تاعي. هكذا. طبعا هنا باش نحلو العجينه تاعنا نستعملوا فرينه. شوفوا هكذا باش الخدمه تجيكم سهله. ها شوفوا ها حنا نحلوها تكون شويه رقيقه. ها هاي لك. واش ندير هنا؟ راح ندير شويه صوص طوماط، ماشي بزاف باش ما تخرج لكمش. من بعد ناخذ شويه تاع بطاطا هاي ليك. شفتوا هنا علاش قلت لكم البطاطا تاعكم ريحوها بفرشيطه باش تقدروا. نزيد شويه هاي ليك. نحط البطاطا تاعي هنا. نزيد شويه هاي ليك. من الفوق راح نزيد شويه تاع فروماج ونغلق على هاد لافاغس. ها شوفوا لموها كامل. فوالا ها هنا كتبدوها غير بالعقل. لا ونديرو خبزه ما تكونش كبيره بزاف. وهام لك الفطائر تاعنا. شوفوا هنا ندير شويه تاع زبده اللي كنت درت لها اعشاب عطريه. نحط الفطائر تاعنا هنا ومن الفوق كيف ندهنها بهذه الزبده اللي كنت ذوبتها مع الفطائر ولا مع الاعشاب العطريه. هاي لك. قلت لكم ما تقويوش النار باش يطيبوا. ريحتهم ما شاء الله. ونخليهم يطيب الجهه التحتانيه من بعد راح نقلبها. ما شاء الله. هكذا حتى تكملوا كامل لاباط تاعكم وتفرسيوها وطيبوا هاد الفطائر. الفطائر تاعنا راهم واجدين صدقوني بزاف بنان ولا اروع. هاهم لي قدامكم شوفوا معايا. هاهم لك يجوا بزاف خفاف ويجوا بزاف بنان. راح ندوق نقول لكم بزاف بنان. جربوهم وقولوا لي واش رايكم. سلام.